حمل شعار السرية في كل شيء، بدءا من طريقة اختيار أعضاء لجنته، مرورا باجتماعاتها والمواد التي خلصت إليها، انتهاء بمسودته الغامضة. كل هذا فضلا عن حملة التصويت عليه بالموافقة، والتي ملأت شوارع مصر، والتي تحمل هي الأخرى شعار السرية حول ممولها والجهة التي تقف وراءها. إنه دستور لجنة ال50، والتي ما تزال تخرج من صراع لتدخل صراعا جديدا. ورغم هذا فحملة نعم للدستور لم تنتظر حتى يخرج هذا الدستور السري إلى النور لتعلن عن دعوتها للمصريين بالتصويت بنعم على دستور لم يقرؤوه أو يتابعوا جلساته. والله لو في الأول كنت أشارك النعم في الدستور، كان في دلوقتي ما اقتنعش في الدستور دلوقتي، لأن السيادة كان بيبقى فيه لعب، كان قال لك 50% في الفلاحين رفضوا، وفي حاجات كده بيلعبها من تحت لتحت. هذا الدستور ليس دستورا بمفهوم قانون الدستور. مرة أخرى نقرر الاستفتاء وما يقوم على الاستفتاء باطل، وصناعة الدستور باطلة. ولعل هذه المفارقة دفعت البعض للمقارنة بين ما تم قبل الاستفتاء على دستور 2012 وبين ما يتم حاليا. إذ سبق الاستفتاء وقتها حملة دعت المصريين إلى قراءة الدستور مع توزيع نسخ مجانية منه، هذا فضلا عن إذاعة كافة جلسات الجمعية التأسيسية على الهواء مباشرة، وهو على العكس مما يتم الآن. والله أنا أشارك في الاستفتاء الدستور في حالة لو أنا عارف المواد بتاعته والبنود بتاعته إيه. يعني هو الدستور اللي فات لما احنا تم الاستفتاء عليه كنا عارفين بالظبط في ايه، عارفين المواد بتاعته، اتوزعت طبعات منه ونسخ منه، وبناء عليه عملنا استفتاء على حاجه احنا عارفينها. انما دلوقتي فين الدستور او فين النقط اللي احنا هيتم الاستفتاء عليها؟ انا ما قريتوش، عشان انا ما قريتوش، لكن بقول لك هينزل، هنشوف هينزل هيتقال فيه ايه. اما نقراه نبقى نعمل نتكلم، ما نسمعش وخلاص. إذا بات مطلوبا من المصريين أن يشاركوا في استفتاء على دستور لم يقرؤوه، دستور سري في كل شيء حتى في حملته التي لا أحد يعرف صاحب الأيدي السخية التي تقف وراءها. لو سمحتوا حضرات يا فندم